طابت أوقاتكم مستمعي هيفي اف ام الأعزاء. سنكون معا في حلقة جديدة من الزاوية البيئية. مستمعينا الأعزاء، سنتناول اليوم البعض من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن الأمطار الحمضية. مستمعينا الأكارم، الأمطار الحمضية ليست بالضرورة أمطار كما نراها في الشتاء، فهي تأتي على أي شكل لنواتج تفاعلات الكبريت وحمض النتريك من الضباب والثلج أو مواد جافة غريبة متصلبة تنزل من السماء. تنتج الأمطار الحمضية من انفجار البراكين أو التلوث الرهيب الذي تعاني منه الأرض، وهذه بعض الحقائق عن الأمطار الحمضية. أولاً، أضرارها على تطور الغابات. الأمطار الحمضية لا تقتصر على منطقة بعينها، بل تمتد من دولة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى نتيجة للتأثير الحمضي الضار. فإن الأمطار الحمضية تتسبب في موت الأشجار، حيث تقضي على الحماية الشمعية التي تكونها أوراق الأشجار، مما يسبب خلل في امتصاص الغازات والمياه، ويدمر عملية البناء الضوئي، كما تحتوي على الكثير من المواد السامة التي تؤثر على نمو الأشجار. ثانياً، تأثيرها على المياه. الأمطار الحمضية تسقط على الأرض فتختلط بمياه المحيطات والأنهار، مما تؤثر بشكل سلبي على الحيوانات المائية، إما بانقراضها أو تلوث لحمها، مما يؤثر على البشر بعد تناولها. ثالثاً مستمعينا الأعزاء، تأثيراتها خطيرة على الصحة، حيث تسبب الأمطار الحمضية، والتي عادة ما تختلط بالغبار، الكثير من أمراض الصدر والحساسية للبشر والحيوانات، كما تتسبب في حدوث أمراض السرطانات. رابعاً، الأمطار الحمضية هي في الأصل غازات اختلطت مع مياه المطر، كونت مجموعة من المركبات الكيميائية التي تتفاعل مع كل ما يمكن أن تتفاعل مع حلولها. وبما أن المباني هي أصلا مواد قابلة للتفاعل، فتتفاعل مع مركبات الأمطار الحمضية، كما حدث مع النصب التذكاري تاج محل في الهند. خامساً مستمعينا الأعزاء، الأمطار الحمضية تدمر طلاء السيارات، حيث تستطيع التفاعل مع المواد الكيميائية لطلاء السيارات، ولكنها لحسن الحظ ليست بالقوة لكي تذيب السيارة. سادساً، الرياح يمكن أن تنشر تأثير الأمطار الحمضية، وهذا ما كنا نعنيه عندما قلنا بأنها ليست مقتصرة على منطقة بعينها. سابعاً وأخيراً مستمعين الأعزاء، الأمطار الحمضية تساهم في زيادة درجة الحرارة بمعدل 8 درجات فهرنهايت. مستمعين الأعزاء، كانت هذه معلومات حلقتنا اليوم. نتمنى لكم أوقاتاً سعيدة.